النهارده أكاديمية تدريب علوم الرياضة بلندن تاس يوكي كانت موجودة في واحد من أهم مراكز اللياقة البدنية ضمن مجموعة الغمر جيم لتنفيذ ورك شوب بعنوان نمذجة التصنيف والتحليل الحركي لتمرينات القوة العضلية، وذلك ضمن إطار تطوير العاملين بالقطاع الرياضي. ولنا الآن لقاء مع كابتن محمد الغمري للحديث عن مشاركة أكثر من 50 مدرب من مدربيه للاستفادة الكاملة من ضمن فعاليات الورك شوب. كابتن محمد، سعداء بضيافة حضرتك لينا، ولكن في البداية عايز أعرف انطباع حضرتك عن اليوم وعن الاستفادة الكاملة اللي قدرنا نوصلها للمدربين النهاردة. دايما أكاديمية تاس بتبهرني بشغلها، ودايما يعني كنت من أول الناس اللي كانوا شاهدين ميلاد أكاديمية تاس، وكنت دايما ببقى مبسوط جدا وهي بتتطور وهي بتكبر. ما كانش في حد قدامي أقدر أثق فيه وأخليه النهاردة يبقوا منهج علمي لينا او منهج علمي الاولاد اللي عندي، المدربين اللي عندي، غير اكاديميه تاس. يعني كابتن محمد، دلوقتي بيقولوا ان المدرب ممكن لما بيوصل لمكانه معينه في الشغل او بيحس ان هو خلاص بقى موجود في المكان لمده مثلا كبيره، مش محتاج ان هو يطور من نفسه، مش محتاج ان هو يتعلم، ولكن حضرتك كنت حريص ان انت دايما توفر لهم ورك شوب علشان يتعلموا اكتر، توصلهم لاماكن فعلا يبقى فيها منهج علمي حقيقي او خبره حقيقيه عشان يستفيدوا بيها. ازاي قدرت تقنع اكتر من 50 مدرب من كل فروع حضرتك ان هم النهارده يكونوا متواجدين وحريصين ان هم على الاستفاده الكامله؟ وصلت لهم ده ازاي؟ بيئه العمل هنا قدرت الناس ازاي فعلا تخليهم كلهم متحمسين للاستفاده الكامله النهارده؟ دايما هي استمراريه التعامل هي فكره النجاح. احنا النهارده لو دايما الفكره ان انا النهارده اكتفيت بالعلم فده شيء مش كويس، وده اول مبادئ الفشل. دايما الحاجه الكويسه دايما فيك، او الحاجه الكويسه اللي انت دايما تقدر ان انت تطور نفسك بيها، ان انت دايما تعيش بمنطق المتعلم او تعيش بمنطق اللي بيطلب العلم. طالب العلم ده بيكون افضل حالات المدربين، اللي هو دايما شايف ان انا عايز اطور نفسي، عايز ان انا اكون احسن. النهارده اي حد بيحس ان هو كده كفايه، انا وصلت لمستوى جيد من التعلم، بيكون هي دي بدايه فشله. اللي هو فكره ان انت دايما بيستدي. يعني انا دايما هيكون الرجاله بتاعتي هيكونوا جاهزين للشغل اكتر طول ما هم النهارده متحفزين للعلم، وطول ما هم النهارده بيستقبلوا العلم بشكل جيد، بيطوروا من قدراتهم، بيطوروا من السكيلز بتاعتهم. انا شايف النهارده ان افضل طريقه عشان نفضل نستمر وننجح ان احنا نفضل دايما في استمراريه تعلم. وباذن الله رب العالمين هيبقى في ورك شوب في اكتر من مجال، مش مجال التدريب بس، مجال الاداره ومجال اداره الاعمال، ومجال النهارده ازاي ان هو يعمل لنفسه براندنج، ازاي ان هو يعمل لنفسه ماركتنج. هيبقى في شغل كتير كويس. احنا لسه بنقول يا هادي، احنا لسه بنقول يا اول الطريق. نتمنى تكون تاس قدرت تضيف النهارده فعلا وتسيب بصمه قويه مع مدربين مجموعه الغمر جيم، واحنا سعداء بالتواجد مع حضرتك النهارده. ودايما اكاديميه تاس زي ما انا قلت كده بتبهرني بشغلها، ودايما عشان انا من الناس اللي كنت عايش معاهم لحظه بلحظه، وشايف مدى التطور اللي هم وصلوا له ومدى مصداقيتهم في وزي ما بدأوا زي ما هم لحد دلوقتي ماشيين بخطى ثابته وخطى ناجحه. فانا ببقى دايما تراست في اكاديميه تاس، وتراست في كل حاجه هم بيقدموها. وكمان دكتور احمد سالم، دكتور احمد جنيدي، كابتن محمد شوقي، كلهم اسماء لامعه يعني في عالم التدريب وعالم التدريب في الجيمات. يعني شكرا كابتن محمد، وسعداء على تواجدنا مع حضرتك النهارده. شكرا.